يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنعمل لكم وصفه جميله جدا، البسيسه. بتنفع في الفطار، بتنفع في العشاء مع كوبايه الشاي او كوبايه الشاي بلبن. بجد يا جماعه بتبقى جميله جدا وخفيفه، وعاملها لكم بطريقه هتطلع معاكم هشه وجميله جدا. خليكم معايا عشان اوريكم الطريقه بالتفصيل. المعروف عن البسيسه انها بتتعمل بكوبايتين دقيق ذره مع كوبايه دقيق ابيض. انا هنا بعمل مختلفه شويه، بحط كوبايه ونص دقيق ذره مع كوبايه ونص دقيق ابيض. الفكره في كده ان انا بخلي البسيسه لتاني يوم لما بتقعد بتبقى تفضل هشه زي ما هي، لكن لو عملتوها بنظام كوبايتين دقيق ذره مع كوبايه دقيق ابيض بتلاقوها لتاني يوم بتبدا بقى تبقى ايه، تقيله وتلكم كده في المعده. اول حاجه بننزل بثلاث بيضات ونضربهم كويس جدا، لو ما عندكيش عجانه بنضربهم في الخلاط عادي. وبعدين ننزل بكوبايه سكر. يا ريت المعيار اللي هنستخدمه هو يبقى ثابت في كل حاجه، يبقى ثابت في الدقيق، ثابت في السكر، ثابت في الزيت بتاعنا. وفي المرحله دي بنفضل نضرب جامد جدا لحد ما الخليط بتاعنا يبدا يفتح لونه اهو زي ما انتم شايفين. شوفوا لونه بقى فاتح ازاي قوي. الحركه دي بتدي ارتفاع للبسيسه وبتخليها هشه من جوه. هنا بقى ننزل بكوبايه لبن بنفس المعيار اللي استخدمناه في السكر. هنا بنفس المعيار برضو هننزل بكوبايه زيت. البسيسه مش بيتحط لها لا زبده ولا سمنه، البسيسه بيتحط لها زيت بس عشان تفضل معاكم لاكبر فتره ممكنه خفيفه وهشه. هننزل بقى بكوبايه ونص دقيق ذره منخول ونضرب كويس. هنا خلاص اتضرب معانا كويس جدا. هننزل بكوبايه ونص دقيق ابيض يكون منخول برضه. وكان المفروض انزل كيس الفانيليا مع البيض في الاول مرحله عشان يمنع الزفاره، بس للاسف ان انا نسيت فاضطريت انزله في الاخر. فهنا بدات انزل كيس الفانيليا وكيس البيكنج باودر. وهنا خلاص خلص معانا والخليط جاهز ان هو يدخل الفرن. وهنا نكون خلصنا، وعقبال ما نجهز الصينيه بتاعتنا نفتح الفرن يسخن شويه. هنجيب بقى الصينيه ونرشها زيت من كل الجهات، وننزل هنا بمعلقه دقيق صغيره كده عشان نبدر الصينيه كويس، عشان البسيسه ان شاء الله لما تستوي نعرف نطلعها كويس من الصينيه. بس كده، ونصب البسيسه بتاعتنا في الصينيه. هنا خلاص هيكون الفرن بتاعنا سخن. هنبدا بقى ننزل درجه حرارته لحد 180، ونحط الصينيه في الرف اللي في النص. وبتاخد حوالي ساعه الا ربع في الفرن. واوعوا تفتحوا الفرن عليها ابدا قبل ما يعدي نص ساعه، عشان لو فتحتوا عليها قبل كده هتهبط منكم. زي ما انتم شايفين هتلاقيني بخبط في الصينيه كده عشان اطلع كل الهواء منها. هنا خلاص بقى كانت ريحتها فحفحت في البيت كله، وعرفت انها استوت وطلعتها وكانت جميله. هبدا اقطعها بقى واوريكم شكلها بقى عامل ازاي من جوه. شايفين بجد ارتفاعها عامل ازاي وهشه جدا، لو قعدتيها حتى يومين هتفضل هشه بالمنظر ده. بجد لازم تجربوها، وبجد ولادكم هيحبوها جدا. هتبقى حاجه سهله معاكم كده وجاهزه للفطار الصبح. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده، وصفه جديده. سلام.